اذا مش هتيجي علينا احنا اللي ما نقولش راينا في صفقه زيزو، بدل ما الميديا كلها بتتكلم على صفقه زيزو اللي الاهلي خلصها بشكل رسمي خلاص زي ما الكل اعلن وكله جاب تفاصيل وشفنا الثلاث ايام اللي فاتوا. فاطلع انا بقى اقول رايي انا كمان بقى في الصفقه، وطبيعي جدا بما ان انت بتتفرج عليا فاكيد عارف ان انا اكيد هطلع لك براي مخالف لكل الاراء دي. الفترة اللي فاتت الحفلة كبيرة جدا على نادي الزمالك، وما تفتحش اليوتيوب غير لما تلاقي رأي فلان في صفقة زيزو وتعليق علان على على صفقة زيزو. وكل اللي احنا عارفينه ان الزمالك ادى الاهلي ادى للزمالك قلم كبير جدا، ودي صفقة القرن ودي اقوى صفقة حصلت من فترة كبيرة جدا. هي صفقة أحمد مصطفى السيد زيزو للنادي الأهلي اعتبارا من كأس العالم للأندية الموسم اللي جاي. جاي ببلاش، هياخد رقم خزعبلي على حسب الكلام اللي اتقال 100 مليون و400 مليون واربع سنين وكل الكلام ده. وجهة نظري في الصفقة إنها بتعبر عن فشل إدارة النادي الأهلي في جلب لاعبين، والاعتماد كل الاعتماد على صنع تاريخ من خلال لعيبة الزمالك اللي بتيجي مغمورة وبتمشي معروفة. إذا فين مجلس الإدارة من الصفقات الحقيقية لبناء فريق وتدعيم فريق بشكل قوي، فريق بيتناسب مع شخصية الأهلي اللي احنا المفروض عارفينها. لكن انت عندك بقى فريق مهجن، يعني فريق تحس انه هو كوكتيل من لعيبة كانت بتلعب في الزمالك وانت جبته. طب انت فين انت لعبت الاهلي اللي الاهلي بيصنع تاريخها؟ مفيش دلوقتي. صفقة كيدية بحتة، توقيت الإعلان عنها توقيت مدروس جدا وقوي جدا. التوقيت إنك أنت بتسرب المعلومة عشان أنت عايز تسرب المعلومة في الشكل ده بالشكل ده وبالطريقة دي، وعشان تتوه على العك الإداري اللي بيحصل، عشان تتوه على أسوأ قرار خدته بالانسحاب قدام الزمالك. مش انا مش بقول كلام الزملكاويه على فكره، الزمالك ده حكايه تانية، يعني دي قصه تانية بقى عن الفشل الاداري بتاع الزمالك، دي قضيه تانية خالص. ولكن تعالى كده نفكر مع بعض. احمد زيزو ممكن يعمل ايه للاهلي؟ اول حاجه اللعيب ده كلاعب هو لعيب فيري بروفيشنال، لعيب عقليه احترافيه بحته، لعيب كوره فقط، ملوش في الميديا قوي، ملوش في الفرقعه واستفزاز الجماهير. واحنا كاهلاويه كنا بنحترم اللعيب ده فعلا حتى وهو في الزمالك ونتمناه في الاهلي، مفيش مشكله خالص. لكن انت النهارده جايبه بعد ما دخل على 29 سنه. يعني متخيل يا عزيزي المشاهد ان خط هجومك هيبقى مكون من احمد زيزو وينج رايت 29 سنه، اشرف بن شرقي 30 سنه، حسين الشحات 32 سنه، تريزيجيه 30 سنه. طب احنا متوسط الاعمار بتاع يعني طب مين بقى اللي هو 22 سنه و23 سنه و25 سنه في الخط الامامي ده، او في مركز الوينجات اللي بيحتاج لعيبه عندها خفه وسرعه في الحركه وفرط حركه جامد. الزمالك خد البرايم من احمد سيد زيزو، خد عزه، خد توهجه، خد كل حاجه يقدر ياخدها. الزمالك لو على الشورت ران او على المدى القصير هو الخسران فهو الكسبان. كسبان ان هو وفر ملايين الملايين بلا نتيجه. الزمالك في اخر تجديد لاحمد زيزو كان في مطلع موسم 22 23. الزمالك الموسم ده طلع صفري بالمناسبة، وكان أكبر تجديد وقتها للاعب في دوري ممتاز ب 100 مليون في 3 سنين، يعني بمعدل 30 مليون كل سنة. في أول موسم ده الزمالك خسر الدوري والكاس وأفريقيا وطلع حصله في المجموعات وكل حاجة بزيزو. كان معاه شوية لعيبة كوحيل لا مؤاخذة، والزمالك خسر. احمد زيزو كان ظاهر وكان هو الوحيد النجم الفريق وكل حاجه، ولكن اللي حواليه مش مساعدينه. الموسم اللي فات الزمالك خد الكونفدراليه وخد السوبر الافريقي، بس خسر دوري وكاس وبرضه يعني ما كانش وطلع تالت في الدوري وما كانش احسن حاجه وهو شارك في الكونفدراليه يعني. اللي عايز اقوله ان هو اوفر برايسد قوي. حتى لو انت كنت يعني انت بتصدر للميديا ان انا كاني جايب لعيب محترف وكنت هدفع لناديه وبعد كده هدفع له، فانا اديته بالاخر كل الشقله دي. وزي اوضه اللبس، وما تقوليش اوضه اللبس مش مهمه، احنا كمصريين بنبص في لقمه غيرنا، يعني ده حاجه معروفه، يعني دي حاجه حاجه منطقيه. احنا مش ملايكه ومش منزلين، والجيل من اللعيبه ده انت ما تضمنوش.
وسيبك من الولاء والانتماء وان انا من صغري زملكاوي واهلاوي والهبل ده. بس احمد زيزو مش هيضيف لك الاضافه اللي انت متخيلها. كان ممكن يضيف لك لو كنت جايبه زي ما الزمالك جابه كده من 5 6 سنين. لكن النهارده هو اللعيب مش هيديك جديد. وبعدين هو خلاص احنا بنشوف مع منتخب مصر حتى مش بيأدي، مش بيأدي، هو مش زيزو ما يأديش غير لو النجم الأوحد، مش هيبان غير لو هو النجم الأوحد. لكن هو وسط مجموعة مش هتاخد منه كل حاجة، لأنه مش هيبقى عنده كل الشغل. وبعدين هو كان بيتعامل فعلا بجد زي ايمن يونس ماهر، بيتعامل معامله الملوك. زيزو زيزو ونافخينه قوي وكل حاجه ومديله ايجو ومديله ثقه. لكن هل هيعرف يعمل اللي كان بيعمله في الزمالك؟ اشك. من الزمالك ميزته ان هو حقل تجارب وملعب واسع لاي لعيب انه يظهر امكانياته. الزمالك عنده مش الانفايرمنت، لا اوعى تفتكر ان البيئه بتاعت الزمالك بيئه كويسه فبتصهر، لا هو بيئه الزمالك العشوائيه بتساعد على ان اي لعيب عنده حته فرديه يقدر انه يستغلها، لان لا في حد بيحاسبه ولا بيلعبوا باللعب الجماعي. لا هو الجمهور دايما بيعجبه اللعيبه الفرديه اللي عندها مهارات. المدربين مش مستقرين قوي، مدربين الزمالك شخصياتها مش اقوى من شخصيات اللعيبه، فبالتالي اللعيبه بتقدر تبرطع في الملعب زي ما هي عايزه. لكن انت النهارده في الاهلي والتاريخ اثبت لك ان اللعيب اللي بيجي من الزمالك نجم قوي 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 تيشيرت الاهلي اتقل. كهربا ده كان وينج ليفت ملوش حل، ملوش حل في الواحد لواحد. من ساعه ما جه الاهلي ما رقص واحد لواحد، ما عملش حاجه. امام عاشور كان بياخد الكرة من ال 18 لل 18 وبيعمل كل الشغل. هو في الاهلي تألق في بعض الاوقات وبيأدي بشكل معقول، ولكن مش بالشكل اللي انت كنت شايفه عليه ايام ما كان في الزمالك. وكتير جدا بيبقى اوت اوف، يعني اوف مود من الاخر. نرجع بقى ورا شويه، مثلا معتز زينو، طارق السعيد، محمد صديق، لعيبه كتيره، لعيبه كتيره قوي. عكس بقى اللي انت بتسيبهم يروحوا الزمالك. واحد زي حسين ياسر، حسين ياسر محمدي ده ما كانش لاقي نفسه اصلا، ما كانش بيشارك مع الاهلي. راح الزمالك بقى نجم الزمالك الاوحد، لان هو بيديلك السبيس، بيديلك الاريحيه. اختصارا عشان ما اوجعش دماغك، انا مش مقتنع بصفقه زيزو. شايف انها صفقه كيديه بحته. شايف ان الاهلي سيبك من بيفرغ الانديه والكلام ده، لان الانديه هي اللي بتفرغ نفسها بدل ما بتعرفش تحافظ على قيمتها. ولكن الاهلي خد الشورت كات، اقصر طريق ممكن ان انا اجيب اللعيب واديله اغراءات ماليه وما تقوليش. وطبعا هيطلع طبعا في لقاء بعد كده يقول لك انا سبت بره عشان الاهلي وانا من صغري اهلاوي والكلام ده كله. انا ما عنديش ثقه في اي لعيب من ساعه ما حسام وابراهيم حسن راحوا الزمالك. دي انتهت بالنسبه لي موضوع الانتماء والولاء والحاجات دي كلها. ف وكل حاجه بقت ممكن. وصفقه القرن هي صفقه حسام ابراهيم، مع احترامي الشديد لاي لعيب راح من هنا لهنا او من هنا لهنا. خلاص. آه مش حاسس ان احنا ماشيين صح. حاسس ان احنا هنعمل مشكله في الفرقه. حاسس ان الاهلي بيشتغل على لعيبه الزمالك بس. مش مبسوط من كده. مش متخيل ان انا ما عنديش كشافين. ما عنديش حد بيعرف ينقي لعيبه. يعني هنبني تاريخنا على حساب لعيبه الزمالك؟ ده مش الاهلي. واعتقد ان ناس كتير متخيله كده. هو احنا ممكن نبقى فرحانين لان الزملكاويه بي يعني حزنهم على اللعيبه بيبسطك انت كانك انت تقعد تحفل. بس ده في اطار التحفيل اللذيذ. لكن حتى احمد زيزو الهيستوري بتاع اصاباته في الزمالك مش كتير خالص. انت هتشوف هو في الاهلي هيتصاب كام مره. طبعا الله اعلم، بس بخبرتنا كده هتشوف ان في حاجة، يعني ما بني على مش باطل، بس ما بني على عشوائية. فهو بيقلب ضدك. انت جايب اللعيب لمجرد انك انت انا هجيبه عندي في الزمالك. طب ما شوف الزمالك جابه ازاي. شوف الزمالك اكتشف اللعيب ده ازاي وعيد التجربة وطلع لعيبة. واوعى تقول لي عشان كاس العالم. انا بقول لك من دلوقتي احنا هنروح ناخد ال3 هزايم ونرجع بالصفر المتينة في ظل إدارة فاشلة
مصممة على مدرب شطب، ومصممة انها تجيب كم من اللعيبة على كأس العالم على طول من غير ما يحصل اي انتجريشن في الفرقة او اي هارموني، ولا ان هي يدخلوا في جو الفرقة وينسجموا من كل الكلام ده. انت خططت لكأس العالم غلط. انت المفروض كنت تجيب نص الصفقات اللي عايز تجيبها في اول السيزون ده، والنص التاني في يناير، ويا دوب تدعم بلاعب او اتنين يدخلوا على الفرقة. لكن انت تروح تجيب تريزيجيه و... وحمدي فتحي على كأس العالم و... وزيزو، وبتفاوض مصطفى محمد، وهتجيب اتنين تلات لعيبة كمان، وانت فرقتك مترهلة في الخط الدفاع. خط الدفاع ورا عندك مضحك. خلاص، عندك اكرم توفيق مقعده ليه النهارده يشارك ليه انا معرفش، وهو هيمشي. وكولر مفيش، وهيكمل ويقعد لكأس العالم. فانت ماشي غلط. انت بتداري على الغلط بغلط اكبر، انك انت تجيب لعيب بالشكل ده. انا بحب زيزو عموما، ونفسي انه ينجح في الاهلي اكيد، ولكن المنطقيه بتاعت انك الشراء نفسها منطقيه غلط. يعني احنا يعني بنشتري بشكل مش مدروس لا ماديا ولا فنيا ولا معنويا حتى للعيبه اللي موجوده ولا اي حاجه. هي بقت شله، فلان يجيب فلان يجيب فلان، لا يعني لا، مش صح، مش صح خالص. ويمكن الاعلان على الصفقه دي بالشكل ده وفي الوقت ده، هو طبعا مفيش اعلان رسمي طلع، لكن خلاص هي المؤشرات بتقول الكلام ده بكل المقاييس. وخروج، وحتى ده كمان غطى على خروج الزمالك من الكونفدراليه، وهو يمكن الحدث الابرز ان الزمالك خرج من الكونفدراليه بالشكل ده وبالطريقه دي. هو يعني مشيان زيزو غطى اصلا كمان على خروج الزمالك، ومجلس إدارة الزمالك طلع مسرح دلوقتي، وهتبقى العلاقات أكثر توترا ما هي عليه. احنا نقلنا العلاقات لمحاكم، لقضايا، للأهلي على فكرة، خلاص، للوائح، لكل حاجة، وسيبنا الكرة تماما وسيبنا الفريق تماما. وبعدين بدأنا بقى نكيد بعض بقى بالصفقات اللي انتوا عارفينها دي. وبنتكلم دلوقتي مع الونش، بس اعتقد الونش هيجدد او جدد. نتكلم مع مصطفى محمد، اعتقد برضو انه مش هيجي، وانا مش مقتنع بمجيو. آه، ده كان كل عندي في ورأيي بمنتهى الصراحة. أنا مش مقتنع بصفقة زيزو، شايف إنه فشل إداري أو قصر ديل إداري أو قصر يعني حيلة أو قلة حيلة من الآخر يعني. والأيام ما بيننا، يعني أتمنى إن أطلع غلطان، أتمنى إن زيزو يتألق ويشيل الأهلي ويعمل كل حاجة، بس الهيستوري ما بيقولش الكلام ده. وعموما هنشوف وان شاء الله نطلع بعد ماتش الاهلي وبيراميدز. اتوقع فوز بيراميدز، كوره وفني هو احسن منا. عموما هيبان بكره، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.